ازاي اتعاملت مع الظلم اللي واجهته، وهل حسيت باحباط ولا كملت على طول؟ قبل اي حاجه اقول لك لا، ما حسيتش باحباط خالص، بالعكس ده كان بيديني حافز كبير جدا، وكان بيزود من عزيمتي ان انا اوصل للي انا عاوزه. والحمد لله يعني ربنا ان الله لا يضيع اجرا من احسن عمله. فطول ما انت بتجتهد، طول ما انت بتعمل اللي عليك، وطول ما انت قريب من ربنا مش هيسيبك. طول ما انت عندك ايمان بربنا وايمان بالله، ربنا مش هيسيبك. هتحس ان انت حتى في اصعب الظروف انت واثق من نفسك وعندك قدره ان انت تحقق اللي انت عاوزه. تاني حاجه طبعا انا يعني ما بحسش ان ده ظلم، بحس ان هو ربنا عدم توفيق. هو عدم توفيق طبعا، بس مش فنيات، هو عدم توفيق حاجه خارجه عن ارادتي انا كلعيب. تاني حاجه انا بحس ان هو ربنا حطني في الطريق ده عشان هو ده الطريق الانسب ليا. غير كده انا ما بشوفش بصراحه، ما بشوفش ما اقولش ان حد ما اروحش مثلا اقول ان كابتن ظلمني، ان ليه ما خدتنيش هنا، ليه ما رحتش هنا. لا انا ما بحبش اقول الكلام ده، ما بحبش اعلق شماعتي على حد غيري. احب انا اشوف الاخطاء اللي انا بعملها والاخطاء اللي انا عملتها، واطور من نفسي واشتغل على نفسي عشان احسن الاخطاء دي واتفادى الاخطاء دي، بحيث ان انا اطور من نفسي ككامل يعني. الحلقه كامله موجوده على تشانل فارس هاندبول على اليوتيوب، فروح اعمل سبسكرايب وما تفوتش الحلقه.